السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده ان شاء الله هنعمل معايا رز المطاعم، الرز البسمتي المتبهر بطريقه سهله وبسيطه جدا. هيكون معايا حبايبي كوبايتين من الرز البسمتي. الرز البسمتي غسلاه ومصفياه بس مش نقعاه، تمام؟ يبقى كوبايتين من الرز البسمتي، جزرايه واحده بس متوسطه مبشوره، بصله متقطعه صغير بالشكل ده، معايا توابل صحيحه: ليمون، لومي، قرفه خشب، ورق لورا، 4 فصوص من الحبهان، معايا كمان معلقة كبيرة كده من بهارات الكبسة، ومعايا كمان مرقة دجاج، ومعايا حوالي ربع كوباية من الزبيب بيدي طعم حلو ومميز جدا. يلا بينا نبدأ على طريقة التحضير. حلتنا على النار، نزلت بمعلقة كبيرة من الزبدة وعليهم كده شوية من الزيت، يبقى زبدة على زيت بالشكل ده. أول ما الزبدة بتاعتي بدأت تسيح هبدأ أنزل بالبصلة، وهنا هقلب البصلة كده تاخد معايا بس تشويحة خفيفة، مش عايزاها تاخد لون. اول ما تدبل معايا بالشكل ده حبايبي هبدأ انزل عليها بالتوابل الصحيحة بتاعتي: ليمون، لومي، ومعايا قرفة خشب، ومعايا كده 4 فصوص من الحبهان، ومعايا ورق لورا. كله بيدي كده ريحة وزيوت عطرية حلوة جدا وطعمه مميز. هقلب كده الحاجات الحلوة دي مع بعض. أول لما التوابل أشم ريحتها كده وتنزل الريحة الجميلة هبدأ أنزل عليها بمكعب واحد من المرقة. كل ده مع البصلة بيدي كده نكهة حلوة جدا. هنا كمان نزلت بمعلقة كبيرة من بهارات الكبسة. بهارات الكبسة متوفرة عند أي عطار، بتبقى حلوة ومميزة جدا، بتبقى مجموعة توابل حلوة مع بعض. بعد ما أخدت تحميصة كده البهارات مع البصلة، نزلت كمان بالجزراية المتوسطة. جزرة هنا مبشورة، بتدي تست حلوة أوي وتسكيرة جميلة مع الزبيب، تمام. نزلت كمان بالزبيب اهوت. قلبت الحاجات الحلوة دي كلها مع بعض حبايبي بالشكل ده. وفي المرحلة دي حبايبي هبدأ أنزل بكوبايتين الرز البسمتي بتاعي. زي ما قلت لحضراتكم الرز بتاعي مش منقوع، الرز أنا غسلاه ومصفياه كويس قوي. هنا هستخدم كوبايتين من الرز البسمتي، كل كوباية بتاخد كوبايتين مية، يبقى 1 2 أو 2 4. هنا مستخدمة كوبايتين من الرز البسمتي، هضيف عليهم 4 كوبايات من المية، تمام. وقبل ما أضيف المية بقلبه تقليبة كده عشان يطلع معايا مفلفل وحلو قوي مع الزبدة والبصلة والحاجات الجميلة اللي حطيناها مع بعض كده. تقليبة حلوة لحد لما ياخد اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. هبدأ أضيف 4 كوبايات من المية. الرز البسمتي بياخد مية عن الرز المصري. بعد ما ضفت المية السخنة بتاعتي بالشكل ده حبايبي، العقد بتاعه كله تمام، هقلبه تقليبة حلوة بالشكل ده. وهنا حبيت اضيف معلقة كده صغيرة من الكاري، بتدي لون حلو جدا للرز بتاعنا، تمام، تدي اللون الاصفر الجميل اللي بنشوفه في المطاعم. هقلب تقليبة حلوة وهسيب الرز بتاعي على نار عالية لحد لما يتشرب معايا، وهنا مش هغطيه خالص بالشكل ده حبايبي اهو. اول ما تشرب معايا بالشكل ده ضفت كده تركاية، دي اختياري بس بتدي لون حلو قوي. معايا كده معلقة صغيرة من المية مدوبة فيها حوالي ربع معلقة من اللون الأحمر الغذائي البودر. حبيت هنا يبقى اللون زي لون المطاعم بالظبط. التركاية دي اختياري حبايبي بس بتفرق في شكل الرز بتاعنا. بصوا حبايبي شكل الرز معانا اهو، رز مفلفل بالواحدة ما شاء الله اللهم بارك. هنزله معاكم كده اللهم بارك. هبدأ كده اغرفه بالشكل ده عشان يحافظ على اللون ده اللي بقول لكم عليه. بصوا ما شاء الله، لون وطعم وريحة وفلفلة مفيش بعد كده. زودت هنا كمان شوية زبيب كده بيدي طعم حلو قوي ما شاء الله. بصوا مفلفل بالواحدة ازاي، شوية رز زي العسل. وبكده حبايبي خلصنا رز القمر بتاعنا. اللي عجبه وصفتنا ما ينسانيش في اللايك والشير ونفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.